السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم البنات في قناتي. سمعت بزاف بنات يتكلمون في الفيسبوك، لا مش عارف كيفاش يعيش حياته، يعني راه تلفت له راه عايش فقط في منطقة الراحة ولا راه عايش فقط في الروتين، مش عارف ماذا يفعل في حياته. اذا هذا الفيديو لكم انتم، سواء بنات ولا اولاد ولا مراهقين كبار حتى هما. هذا الفيديو موجه للجميع، راح نعطيكم واحدة النصائح ديروا بهم هكذا باش تبدل حياتكم وباش تانيك تعيشوا حياتكم كما راكم حابين انتوما. اذا نبداو مع النصيحه الاولى، انك لازم تعيش حياتك على حسب العمر ديالك، سواء عمرك 16 عام 20 عام 30 عام 40 سنه، يعني لازم تعيش حياتك على حسب العمر ديالك. نبداو بالطفوله، يعني الاطفال لازم تعيش انك كطفل، يعني ما لازمش تتحمل مسؤوليات وحدين كبار عليك. ونصيحة ثانية للأولياء، ما لازمش يحمل مسؤولية مثلا للطفل، ولا أنه ما يخليش مثلا يتفرج حتى في الأفلام في المسلسلات، حتى الرسوم المتحركة اللي يتفرج لهم لازم يحددهم له الأولياء ديالهم. كما نصحكم بها زوج قنوات، كاين ام بي سي 3 وكاين سي ان بالعربي. هادو زوج قنوات ما ننصحش حتى طفل يتفرج لهم، حتى المراهقين. زوج قنوات يعني يجيبوا رسوم متحركة ما يناسبش الاطفال ديالنا، يعني ما يناسبش واحد عندها مثلا 10 سنين عندها 12 عام. من الافضل تبعدوا كاولياء، تبعدوا هاد الامور. الا لقيته يتفرج الافلام المسلسلات، لقيته يتفرج الرسوم المتحركه في هاد القنوات، يعني كنمنعه. انت كأب تقدر تمنعه لكن هو كطفل ما يقدرش مثلا يمنع نفسه يتفرج. اذا انت كأولياء عندك هذا الحق باش تمنع اولادك. تفرجوا مثلا، يقدر يتفرجوا لسبيستون، هذيك سبيستون يعني من البكري وهي كاينه. الرسوم المتحركه اللي يجيبوهم يبدلوا فيهم يعني، ويجيبوا الرسوم على حساب اطفال، يعني من 12 عام حتى ل 16 عام. لازم تعيش الطفوله ديالك، ما لازمش تعيش حياه مثلا تاع وحده كبيره. هذه علاش نقولها لكم، لانه لازم الشخصيه تاعكم تبدا من الطفوله ديالكم، تبدا من المراهقه ديالكم. نعطيكم هذا النصائح يساعدوكم بزاف. وتاني الاصدقاء لازم يكون على حسب العمر ديالك. تاني اللبس لبسوا على حسب العمر ديالكم. راكي طفله لبسي لبسه تاع وحده طفله صغيره، راكي مراهقه لبسي لبسه تاع مراهقه. شوفوا هاد الامور والله لي بزاف يساعدوكم باش تعيشوا حياتكم مليح، يعني على استقامه. انه الناس تطمع مثلا انت كمراهقه ولا كطفله تروحي تلبسي لبسه تاع وحده كبيره، تخرجي لبرا كاين شي ناس يطمعوا فيك، يقولوا هذه كبيره في العمر تبان كبيره. الانسان اللي يكون عايش الطفوله ديالو من يكبر ما يكونش مثلا انا علاش ما عشت ديك الطفوله، ولا يجي حنين فقط للطفوله ديالها. هذا ما كان. بصح الانسان اللي ما عاش الطفوله ديالها يولي يعيش الطفوله تحسه مراهق، تحسه مازال مراهق، تحسه مازال طفل. في التعاملات معاه، يعني انت تكون تهضر مع كاش ناس يحسوا فيك بلي انت مازلتي طفله. النصيحه الثانيه هو التعلم، الدراسه ديالك. انت دوك مازلتي تقراي، يعني انت ما تروحيش تحبسي القرايه ديالك، ولا تخمي مثلا تسمعي مثلا الدراسه ما دير والوش، عاد عندهم شهادات ما دير والو، ضيعت الوقت. لا، ضيعت الوقت اذا كنت تروح تقرا، يعني تروحي تحمل الكرسي ديالك، يعني ما تقراش. التعليم يعلمنا، التعليم هو المعرفه، انك تتعلمي تثقفي. هنا راسك يكون مثقف، يرضك انسان واعي، تفهمي تعرفي الحياه كيفاش راها تتمشى، الناس كيش دايرين، يعني يعطيك حتى الثقه تاعك. الناس اللي ما تتعلمش شنو هما الناس اللي ما يعرفوش، ماشي ما يعرفوش يقراو، ما يبغوش يقراو. هذا ما كان، فهمتوني؟ يعني ما تديروش السبب في التعليم، ولا تقولوا انا الدراسه راه ضيعت لي وقتي، ما دير لي والو، ما خدمنا ما والو. وتاني اللي حبس القرايه تاعها، مثلا حبس في السيام ولا حبس في الليسي، لازم يكمل تاني القرايه ديالها، يعني يروح يسجل بالمراسله ويقرا. وتاني بالنسبه لهاد الاصحاب المراسله، يعني انت دوك من سجلت لازم تقرا، ماشي مثلا انت تستنى حتى يجي الاختبارات وتروح تفوت تروح تنقل له صاي، يعني هذه هي التعلم. لا، لازم مادام راك تقرا بالمراسله تاني راك تضيع وقتك تاني، لازم تقرا على الصح، دير لي كور. نورمالمون اصحاب المراسله هما اللي يديروا لي كور، يعني دير لي كور في اي ماده راك انت ناقص فيها، ولا تروح تشوف مثلا في العائله ديالك وحدين يوريو لك، ولا المهم لازم تتعب، لازم تتعلم. هذه هي النصيحه المهمه.
ثالث نصيحة هي أنك تستغل وقت الفراغ ديالك. يعني مثلا إذا كنت تقرأ ولا تخدم ولا عندك وقت فراغ، عندك الفاكونس، عندك مثلا أيام تكوني قاعد فيهم يعني وقت فراغ، لازم تتعلم حرفة ولا تتعلم مهارة من المهارات ولا تطور تاني من نفس ديالك. كاين بزاف زعما كاين تقدر تتعلم فقط عبر الانترنت، يعني كاين مواقع يعلموا عبر الانترنت. يعني لازم تتعلم حرفة ولازم تختار الحرفة اللي تتعلمها، لازم تختار على حسب الميول ديالك. اذا كان عندك هوايه في الطبخ، اذا كان عندك هوايه في الخياطه، في اي حاجه. اذا ما كانش عندك اي هوايه، تشوف على حساب المؤهلات تاعك. مثلا انك عندك صوت شباب تقدر تستغله في التعليق الصوتي يعني. اذا ما لقيت حتى حاجه، لازم من الافضل انك مادام حنا في وقت التكنولوجيا وكاع، لازم تحل باجا في الانستغرام، دير محتوى يعني، ولا في اليوتيوب ولا في الفيسبوك، يعني كل منصه وتدفع معها المحتوى. باسكو علاش هذوك صحاب اللي يقراو في الجامعه مين كما اذا ما غاديش يلقى خدمه ولا يقول لك انا ضيعت وقتي في الجامعه. هذه هي، ما لازمش تضيعوا الوقت الفراغ ديالكم. منها تقرا، منها راك تقرا مثلا في الجامعه ولا، ومنها راك تتعلم اذا الحرفه. نهار اللي تكمل في الجامعه اذا غادي تلقى الحرفه ديالك. هذا هو الفرص. قادرين يجيوك مثلا انت تكون قاعد في الدار، يجيك مثلا اعلان، تشوف اعلان في المواقع ولا بلاي على خدمه، واي خدمه تشوف عليها مثلا حتى كون فام دوميناج ومعليش، المهم خدمه تروح تتعلم منها، تجيب دراهم منها، تتعلم حتى مثلا تعرف كيفاش تتعامل مع الزبائن، تعرف كيفاش تتعامل مع المدير ديالك. اذا راك تتعلم شي مهارات مثلا، اي خدمه مثلا خارج الخدمه ديالك انت الحقيقيه لازم تخدمها. مثلا انك كنت في الفيسبوك تشوف هكا ولا في الانستغرام شفت واحدين دايرين دوره تدريبيه، روح انت شوف هذيك الدوره بالك تعجبك. يعني هذيك ماشي جاتك صدفه، شفت مثلا اعلان. نشوفهم بزاف هاد الفرص يجيونا مثلا في الفيسبوك، في البورطابل، نكونوا رافدين البورطابل نلقاه واحد يتكلم على مشروع، يتكلم على حاجه يعني فيديو مثلا يتكلم على تطوير النفس. يعني لازم نستغلوا هذا الفرص. هذه هي، لازم تستغل الفرص باش تتعلم وباش حتى تجيب دراهم. هذه النصيحة الخامسة هي انك تهتم بالنفس ديالك، انك تحب نفسك. راني دايره واحد الفيديو كيف تحب نفسك بالنسبه للناس اللي عندهم ثقه شويه ناقصه ولا، غادي نحطه لكم هنا في الوصف تاع الفيديو، شوفوه. وثاني مثلا اذا كنتي مريضه اي مرض ولا كان عندك، لازم تفوتي، لازم زعما ديري مجهود ديالك. يعني دراهمك ماشي تقول مثلا انا دراهمي نديرهم في الصحه ديالي، شريتهم دواء. معليش، الدواء انك راكي مريضه، يعني تهتمي بالنفس ديالك، تاكلوا مثلا الاكل الصحي، ديروا سبور. لازم تهلاو في النفس ديالكم باش ما تمرضوش، بس كل الامراض يجيو من واحد ما يتهلاش في النفس دياله. تاني اذا كان عندك مثلا سحر، بالنسبه للناس اللي عندهم السحر تعطيل في حياتهم، اذا ما تقعديش كما هكذا، لازم تقربي من ربي، ولازم ديري رقيه شرعيه. لانه اذا كان عندكم مثلا سحر ولا تعطيل لا قدر الله، اذا تقعدوا كما هكاك يعني طول حياتكم، يعني تقدري تعيشي مثلا 40 سنه ما تصبراش. يعني لازم تعملي الرقيه الشرعيه، لازم تقراي سوره البقره، تقربي من ربي، تدعي ربي. اذا لانه ربي دار الداء ولكن دار تانيك معاه الدواء. سورتو هادو في الصوالح تاع السحر والشعوذه عندهم الدواء ديالهم اللي هو التقرب من الله. وزيدي تعملي رقيه شرعيه. تقدري رقيه شرعيه ترقيي نفسك، يعني كاين بزاف مثلا سوره البقره كما قلت، تقراي مثلا الاذكار، لازم تقربي من ربي تاني. هذه هي. والنصيحة الأخيرة بلا ما ننصحكم هي التقرب من الله، يعني تصلي صلاتك في وقتها، تدعي ربي هو اللي يستجاب لك، هو اللي يعمل لك مثلا يخرجك من ضيق إلى الفرح، إلى مثلا يبصلك في الرزق ديالك. تكوني إنسانة نقية يعني مع ربي هكذا باش تكون حياتك مليحة. إذا كنتي متقربة من ربي، إذا كان ربي راضي عليك والوالدين تانيك ما تنساوش لا كانوا راضيين عليك في حياتك، تاني غادي يعني تشوفي العجب في حياتك. إذا دروك صاكمنا مع النصائح. نتمنى من قلبي يعجبكم هذا الفيديو، كملتوه معايا حتى الاخير واستفدتوا ان شاء الله، تستافدوا ان شاء الله. نطلب منكم اذا عجبكم الفيديو عملوا لي لايك واشتراك في هذه القناه. اذا نتبقاو على خير، تهلاو في روحكم، باي باي.